كلنا بنعرف انه بسنة 2003 امريكا غزت العراق، وخلال هاي الاحداث طلع قناص عراقي اسمه جوبا. يا عفو الله ويا حرام الشوم شو عمل بالجيش الامريكي. فهو قتل المئات وجنن وهبل الجيش الامريكي لسنوات، لدرجة انه الجيش الامريكي ما كان عارف من وين بيجي الطلق او حتى مين قاعد بيقتل فيه. بقصتنا اليوم راح نحكي عن قناص بغداد، القناص الاسطوري اللي لحد هاي اللحظة ما حدا بيعرف مين هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عزيزي ويا عزيزتي المشاهدة. إذا أول مرة بتشوفني فأنا النحيت، بحكي لك قصص واقعية وحقيقية ومحمسة، عشان هيك اشترك بالقناة. وإذا مش أول مرة بتشوفني فبرضو أنا النحيت، ما راح أتغير، بس أنت لأنك بتحبني راح تحط لي لايك وكومنت حلو زيك. قصتنا بتبدأ يا عزيزي بسنة 2003 بعد احتلال أمريكا للعراق وسقوط القائد العظيم صدام حسين رحمه الله. مدرعة أمريكية فيها جنود بتكون ماشية بشوارع بغداد، وفجأة طلقة بتصيب راس سايق هاي المدرعة، وبتصطدم المدرعة بشوية حجار على الطريق، وبنزلوا الجنود زي المجانين مش عارفين ايش فيه ولا ايش صاير. ومرة ثانية طلقة بتصيب جندي ثاني بنص راسه. هون الجنود الامريكان عرفوا انه في قناص قاعد بصيد فيهم واحد واحد، والجنود ما كانوا عارفين من وين بيجيهم الطلق ولا مين قاعد بطخ عليهم، لانه كان مثل الشبح. بس اللي كانوا عارفينه انه راح يموتوا، بس من اي اتجاه وكيف ما حدا بيعرف. وفورا اتجهوا الجنود على مبنى مهجور عشان يتخبوا من القناص ويقدروا يحددوا مكان وجوده. وفعليا دخلوا الجنود على المبنى، بس هذا الحكي ما قدر يوقف صاحبنا جوبا، لانه جوبا صار يضرب فيهم من نوافذ هاي المباني، لحد ما قرر الجنود انهم يطلعوا على سطح المبنى عشان يقدروا يحددوا مكان وجود القناص جوبا. وفعليا اول ما طلعوا على سطح المبنى بدأ جوبا يضرب فيهم واحد واحد. وتخيل ايها المشاهد الجميل انه جوبا ما وقف الا لما ضرب وقضى على الجنود كامل. وبيوم ثاني وبالليل جنود امريكان بيقتحموا بيوت العراقيين بحثا عن ارهابيين، طبعا حسب كلام الامريكان، ولا هم مواطنين طبيعيين بدافعوا عن ارضهم وعرضهم. وهذا الكلام بوصل لمين؟ بوصل لقناص بغداد جوبا، انه يا معلم في جنود امريكان بهاي المنطقة، وصاحبنا ما كذب خبر، بموت بيعشق الجنود الامريكان. مسك القناص تبعه والعدة تبعته وبوجهه على هاي المنطقة اللي فيها الجنود. ولما وصل جوبا للمنطقة لقى في مواجهة قوية بين المقاومة والجيش الأمريكي. فورا صاحبنا جوبا أخذ مكانه وبدأ يقنص فيهم بدقة عالية جدا، ووقع الجيش الأمريكي واحد ورا واحد. بس المشكلة إنه الجيش الأمريكي انتبه على مكان وجود جوبا وبدأ يطخوا على مكانه. وفورا صاحبنا وبحركة سريعة جدا بدأ يغير مكانه من مبنى لمبنى ثاني من خلال الأساطيح. وهون جوبا أول ما يغير على المبنى الثاني يرجع لموقعه ويرجع يكمل بضرب الجنود الأمريكان. يعني جوبا كان عبارة عن خيال، كان عبارة عن شبح، مش قادرين يحددوا موقعه، مش قادرين يعرفوا وين مكان وجوده، من وين بيجي الطلق. حددنا الطلق من هاي الجهة، فورا جوبا بغير مكانه وبنتقل الطلق للجهة الثانية. جوبا كان مجننهم وكان عبارة عن شبح، ما حدا بيعرف مين هو ولا حدا قادر يحدد مكان وجوده. وخليني احكي لك شوي يا عزيزي عن قناص بغداد جوبا. هو شخص كان مرعب الجيش الامريكي، لدرجة انه الجيش الامريكي نفسه اطلق عليه لقب جوبا. وجوبا في جنوب افريقيا معناها رقصة الموت، لانه اي مكان بيكون فيه صاحبنا جوبا فموت الجيش الامريكي مؤكد 100%. بالاضافة انه كان يخليهم كأنهم قاعدين بيرقصوا وهم بيحاولوا يهربوا من طلقاته. وجوبا خلى الجيش الامريكي يشوفوا الموت بعيونهم. تخيل انه قتل 700 جندي. يا اخوان رقم اسطوري، واحد لحاله يقتل 700 جندي امريكي مدرب ويعتبر من اقوى جيوش العالم.
رقم فلكي. وجوبا كان شبح بالنسبة للأمريكان لأنهم مش عارفين عنه أي إشي، لا اسمه ولا شكله ولا أي معلومة عنه. هو كان شبح مش بس إلهم، حتى إلنا، لأنه إحنا نفس الإشي ما بنعرف أي إشي عن جوبا. وفي مصادر أمريكية بتحكي إنه هذا هو جوبا واسمه عزام العنزي، بس بالنسبة لي هالكلام كذب، لأنه ما في أي إشي أكد على هذا الكلام. وحسب المصادر إنه جوبا كان بالجيش العراقي، بس بعد الغزو الأمريكي وتفكك الجيش العراقي انتقل جوبا للمقاومة. وخليني أحكي لك إنه جوبا ما كان بس قناص بارع، هو كان شخص ذكي وذكي جدا، لأنه كان يدرس المكان كثير منيح قبل أي معركة، ويعرف وين بده يتخبى وين كانوا يكونوا الجنود الأمريكان وكيف يصيدهم من أول طلقة وبدقة عالية جدا. وكان يختار مسافة 300 متر، و300 متر بالنسبة لقناص هي مسافة قريبة جدا، يعني مسافة مش بعيدة، لأنه السلاح اللي كان معاه لا يعتبر قناص قوي. فالسلاح اسمه تبوك ومصنوع بالعراق، عشان هيك كان بده مسافة قريبة عشان يضمن ويتأكد 100% انه دغري نوك فينش، فيش اي مجال للصدفة. وخليني احكي لك ايها المشاهد الجميل انه جوبا ما كان همه بس انه يضرب الجندي، لا، هو كان يركز انه الطلقة تيجي بالراس، يعني هيد شوت، عشان يضمن انه ما حدا يقدر يعالجه او يسعفه. يعني هو بده اياها 100% فينش، بالاضافة انه ما في ريفايف. وحسب الاخبار انه كان في قائد امريكي بيحكي للجنود تبعونه اول ما يبدا جوبا يطلق النار انتوا ابداوا ارقصوا، يعني ابداوا ارقصوا بنص الساحه عشان ما يقدر يصيبكم براسكم. والجنود عملوا هيك خطه صغيره غبيه، انه اول ما يبدا جوبا اطلاق النار عليهم دغري يرموا دخان على الارض اللي هي سموك، فهيك المنطقة كلها بتتعبى وجوبا ما بيقدر يشوفهم. وهون هم بيقدروا يحددوا مكان جوبا، بس للأسف خططهم كلها باءت بالفشل، وفشلت فشل ذريع، لأنه زي ما حكيت لكم إنه جوبا كان عبارة عن شبح، وكان قبل أي معركة يدرس المكان منيح ويختار مكان صعب جدا أي حدا يكشفوا فيه. فالجنود الأمريكان كان ياخذوا وقت طويل عشان يحددوا مكان جوبا. اول ما يحددوا مكان جوبا كان سريع جدا وعنده خفة حركة مش طبيعية. اول ما يحددوا مكانه هو يكون فورا غير مكانه. وحسب الاساطير اللي بتحكي، يعني مش كثير انا بصدقها صراحة، حسب الاساطير بيحكوا انه كانوا لما يحددوا مكانه ويطلعوا على الموقع اللي كان فيه جوبا يلاقوا طلق القناص بس مرمي على الارض وورقة مكتوب عليها قناص بغداد مر من هنا. وهذا الاشي كان يرعب الجيش الامريكي بشكل مش طبيعي، كيف شخص واحد قادر يعمل كل هذا. وظل جوبا يا عزيزي لفترة طويلة جدا مجنن الجيش الامريكي ومعيشهم برعب ما عاشوا ابدا قبل هيك، والجيش مش قادر يعمل اشي، فقرر انه يزيد تدريع وتحصين للجنود عشان يحميهم من طلقات جوبا. بس برضو خطتهم فشلت، لانه جوبا بطل يركز على الراس، صار يركز على المفاصل، لانه المفاصل صعب جدا انك تحط فيها دروع. يعني صار يركز على الركبة، على الرقبة، اسفل الظهر، يعني هاي مفصل، فاذا انا حطيت عليه درع هون فيش حركة، يعني ما بقدر احط عليه درع ابدا. فجوبا ذكي جدا، صار يركز ويستهدف هاي المفاصل عشان يقدر يؤدي مهمته ويقتل ويضرب الجنود الامريكان. وقد ما الجيش الامريكي خلص فقد الامل، مش قادر يعمل اشي، خلص صار يتخبط أعلن عن جائزة 40,000 دولار لأي شخص بعطيهم معلومة عن جوبا. تخيل، إجا جوبا شو عمل؟ أعلن عن جائزة 100,000 دولار لأي جندي أمريكي بيقدر يطلع راسه من الدبابة أو المدرعة. هون متخيلين ثقة عظمة، يعني موضوع عظيم جدا. يعني قديش أنا إنسان واثق من حالي أنتوا أعلنتوا 40,000 أنا أي حدا بعطيه معلومة، أنا بعطيكم 100,000 أي حدا بيسترجي أو بيقدر يطلع راسه بالدبابة أو المدرعة، لأن أول ما تطلع راسك فينش. وانتشرت فيديوهات لقناص بغداد وهو قاعد بضرب بالجيش الامريكي، فهذا الاشي رفع من معنويات المقاومة واعطاهم ثقة كبيرة جدا. اما على الجهة الثانية فهو نزل من معنويات الجيش الامريكي واثار الرعب بينهم. فهو الجيش الامريكي شو بدنا نعمل؟ قرر انه يجيب اسطورة من عنده، قناص امريكي اسمه كريس، ويصيروا ينشروا فيديوهاته عشان يحاولوا يعادلوا الكفة. وهذا كريس هو شخص
قتل 160 شخص. واوعك تفكر انه هذا كريس كان مثلا يقتل الجنود او المقاومة بس، لا، هو كان يقتل اطفال، نساء، شيوخ، ما كان يفرق معاه ابدا. طبعا هذا مش كلامنا، هذا كلام الاعلام الامريكي. يعني هم مش مستحيين انه كان يقتل الجنود وكان يقتل اطفال وكان يقتل النساء عادي. وكانوا يتفاخروا بهذا كريس لدرجة انهم عملوا له فيلم سموه امريكان سنايبر. يعني انت شوف الغيرة، شوف كيف تفكير الاعلام. يعني قناص بغداد بنعمل فيلم اسمه امريكان سنايبر اللي هو قناص امريكا، ومن عادل الكفة بيناتهم. وكان بنهاية الفيلم انه هذا كريس، طبعا هذا الفيلم بنهايته كريس بيقتل قناص بغداد اللي هو جوبا بطلقة براسه من مسافة 600 متر. طبعا هاي كانت احلامهم، لانه احنا كلنا عارفين جوبا شو عمل فيهم. يعني هو مسح الارض رايح جاي رايح جاي. خليني ابسطكم شوي. بسنة 2009 كريس بتقاعد من الجيش وبيروح بيفتح محل للرماية. وب 2013 بيجي كريس بشوف ايدي صاحبه اللي هو كان معاه بالجيش. طبعا ايدي كان مريض نفسيا وعقليا بسبب الاحداث والحرب بالعراق. فقرر كريس انه بده يساعد، وصار ياخذه من دكتور لدكتور ومن مستشفى لمستشفى، بس كل اشي على الفاضي. فقرر كريس انه باخذه على محل الرماية تبعي، برمي شوي بالاسلحة، ممكن يقدر يتجاوز هذا الموضوع. فعليا اخذه واعطاه سلاح، قال له يلا بلش. اول ما مسك ايدي السلاح طخ كريس، وكريس مات مباشرة بدون اي سابق انذار. يعني شوف سبحان الله، ربنا يمهل ولا يهمل. ما مات بالعراق، لا لا، هو مات ببلده وبمكان آمن. أما بالنسبة لجوبا، فجوبا لحد هاي اللحظة ما حدا بيعرف عنه أي إشي. هل هو عايش؟ هل هو ميت؟ هل هو بالسجون الأمريكية؟ هل هو، ما حدا قادر يعرف عنه أي إشي. تحيا بغداد ويحيا قناصها.